تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المناطق الصالحة للزراعة في الصومال تصل إلى نحو 10 ملايين هكتار، غير أن النسبة المستغلة منها لا تتعدى 1%، وذلك بفعل عوامل مناخية. خطة لتطوير القطاع الزراعي مع عبد الرحمن بخاري من مقديشو. هنا وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة مقديشو، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، أنشأت جامعة زمزم للعلوم والتكنولوجيا مزارع البيوت المحمية. المشروع كما يقول القيمون عليه يهدف إلى زيادة الإنتاجية وعدم الاعتماد على الزراعة الوقتية التي تتأثر بتقلبات المناخ. الجامعة تهدف إلى زيادة إنتاجية الزراعية في الصومال، كما تهدف إخراج الكادر البشري المؤهل الذي يساهم في حل المشاكل الزراعية في البلد. معظم المحاصيل الزراعية في هذه البيوت المحمية هي الخضروات مثل الطماطم والخيار، والتجربة هذه نجحت كما يقول أصحاب هذه المبادرة في زراعة هذه المحاصيل طيلة عام كامل بدون انقطاع، وهو عمر هذه البيوت الخضراء. فالنظام الري حديث ويمكن التحكم فيه ولا يكلف جهدا بشريا كبيرا، فهذه الأنابيب التي تجلب المياه من بئر ارتوازية توزع الماء على هذه النباتات وبشكل يعطي كل نبات مقدار الماء الذي يحتاجه. عملية جني الثمار تتم 3 مرات في الأسبوع، ونحو 10,000 طن من أنواع مختلفة من الخضروات هي حصيلة كل موسم. فموسم الطماطم مثلا هنا أقل من 3 أشهر، بينما الأمر مختلف بالنسبة للطماطم التي تزرع في المزارع التقليدية والتي يبلغ موسمها 5 أشهر تتخللها حالات جفاف وفيضانات. ورغم ذلك فإن ما تعطيه هذه الأشجار في البيوت المحمية لا يغني عن حاجة السوق شيئا، ويبقى الأمر مجرد تجربة قد تتم الاستفادة منها بشكل كامل إذا ما خصص المزارعون مساحات واسعة لهذا الأسلوب الزراعي. مشروع مزارع البيوت المحمية أسلوب زراعي جديد على الصومال، غير أن القيمين على هذا المشروع يؤكدون على ضرورة تكثيفه وإطلاقه في مناطق عديدة من البلاد، خاصة وأن الصومال يملك مساحة زراعية واسعة تقدرها الإحصاءات الرسمية بنحو 10 ملايين هكتار. طلاب كلية الزراعة في جامعة زمزم للعلوم والتكنولوجيا رأوا المشروع فرصة لتطبيق ما يدرسونه عمليا وعلى أرض الواقع، فزياراتهم لهذه المزرعة لا تنقطع، حيث يقدم أساتذة كلية الزراعة دروسا عملية للطلاب. هدفنا ليس الاستفادة من هذا المشروع بقدر كونه استفادة لطلاب كلية الزراعة الذين يتلقون هنا دروسهم العملية. كذلك نريد تطوير المشروع حتى يستفيد منه مزارعو البلد في تطوير نظام زراعتهم. هذا ما نريد تحقيقه، وليس للجامعة مصلحة خاصة في المشروع. وكلهم أمل في تعزيز هذا الأسلوب والنهوض بالقطاع الزراعي بشكل عام حتى يتحقق حلم الصومال ليكون سلة غذائية للمنطقة، وهو أمر يشير خبراء الزراعة إلى إمكانية تحقيقه إذا ما استقلت الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد. هذه فرصة أتاحتها لنا الجامعة لكي نطبق عمليا ما ندرسه نظريا. بلدنا يضم أراضي زراعية كبيرة، وأناشد الطلبة الاستفادة من هذه الدروس العملية وتطوير ثقافتهم بخصوص الزراعة. هذه فرصة سعيدة لطلاب كلية الزراعة، والاستمرار على هذا المنوال قد يساهم في تطوير القطاع الزراعي في الصومال حتى تكون البلاد قادرة على تصدير منتجاتها الزراعية بشكل كامل. تطبيق هذه التجربة لا ينحصر فقط في زراعة المحاصيل المتوفرة في البلاد، حيث تم استيراد أشجار لم تعرف الأراضي الصومالية كشجرتي التين والزيتون وأشجار أخرى،
والتي وإن تقبلتها التربة الصومالية ونجحت في الإثمار فستكون البلاد في غنى عن استيراد ثمار وعائدات هذه الأشجار كما يقول هؤلاء. نستورد من الخارج أحيانا أنواع أشجار لا توجد هنا في الصومال كهذه الشجرة، وهي شجرة الزيتون التي زرعناها ويبدو أنها في طريقها إلى النمو. هناك أيضا أشجار أخرى مستوردة، وهذا يصب لا شك في مصلحة النظام الزراعي في الصومال. وللزهور نصيبها هنا، فهذه الأزهار تمت زراعتها هنا بعد جلبها من الخارج. أنواع كثيرة منها أثبتت قابليتها لهذه التربة وتأقلمت مع هذه الأجواء، وهي قدوة أسعدت أصحاب هذه المزرعة، وهو ما يحثهم على الاستمرار. فالقطاع الزراعي في الصومال شهد تدهورا حادا في الفترة الأخيرة بسبب غياب دور الجهات المختصة وعدم انتظام مواسم الأمطار، وهو ما أثر سلبا على حياة المزارعين. ومؤخرا خلص آخر تقرير أممي حول الأمن الغذائي في الصومال إلى أن 5 ملايين صومالي، أي ما يقارب نصف سكان البلاد، ليس لديهم ما يكفي من الغذاء، وأن 1.5 مليون شخص لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم اليومية، بينما نحو 4 ملايين شخص بحاجة إلى دعم سبل كسب عيشهم تفاديا لوقوعهم في أزمة غذائية. والسبب وفق التقرير انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي وتكرار ظاهرة الجفاف، غير أن تطوير ثقافة الزراعة في البلاد من شأنه أن يساهم في تحسين القطاع الزراعي ويغني المنظمات الأممية عن عناء دق جرس الإنذار.